عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في وصفة جديدة وفيديو جديد. غادي نتشارك معكم ميني بيتزا بمناسبة شهر رمضان الكريم. كنتمنى يدخلوا عليكم بالرزاق وبالسعادة والهنا. غادي نتشارك معكم ميني بيتزا. غادي نحتاج ليها 3 ديال البصلات مشلضين رقاقين جوانح، جنيحات رقاقين باش دغيا كيطيحوا ليا. غادي ندير لهم شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه الحاره، كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها، هذيك على حسب الذوق. عندي الملحه حتى هي كتبقى على حسب الذوق. وغادي نخليها في المقيله ديالي تشحر مزيان مع شويه ديال الزيت، 2 معالق ديال الزيت الروميه. غادي نخليها تشحر مزيان حتى كطيح ليا وكتولي بحال هكا، كتولي معسله وكتبري، كتجي بحال هاد الطريقه هكا، كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. بحال هاد الطريقه هكا كتجي زوينه. وعندي هنايا 3 الاشكال ديال الفلفله. عندي الفلفله الخضر الحمراء، وعندي الفلفله الصفراء، وعندي الفلفله الخضراء. كنقطعهم حتى هما رقاقين، جنيحات رقاقين باش دغيا كيطيبوا ليا حتى هما. غادي نديرهم زويته في شي مقيله. عندي مقيله هنايا وفيها شويه الزيت، وغادي نضيف الفلفله ديالي كامله، الالوان كاملين، الوان رائعه كتجي غير من اللون ديالها، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. حتى هما غادي نضيف لهم شويه ديال الابزار، شويه الملحه حسب الذوق. غادي نضيف لهم شويه ديال السودانيه حاره حتى هي كتبقى على حسب الذوق. وغادي نخليهم يتشحروا مزيان حتى كطيح ليا الفلفله وما كيبقاش فيها الماء، كتشحر مزيان بحال هاد الطريقه هكا. العافيه مهيله، ما تجهدوش العافيه باش ما تحرق لكمش البصله. العافيه مهيله وخليوها تشحر بشويه بشويه على خاطرها. شوف كي ولات الفلفله ديالي كتجي رائعه، الوان كيجيو زوينين بزاف بزاف. دابا غادي ندوزو للطريقه ديالنا. غادي نضيفو لاصوص طوماط، انا صيبتها غير في الدار وسمحوا لي ما تشاركتهاش معكم، غادي يجي الفيديو طويل بزاف. دابا نديرها في شي فيديو ان شاء الله، نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوها، كتجي زوينه زوينه. غادي نضيفها هي الاولى. غادي نستمر على البيتزا ديالي كامله بحال هاد الطريقه هكا. غادي ندهن البيتزا ديالي كاملين، كتجي رائعه، غير جربوها البنات. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك باش يصلكم كل جديد ديالي، فضلا وليس امرا. وكملت البيتزا ديالي. دابا غادي نضيف البصيله ديالنا اللي شحرنا، غادي نضيف شويه بشويه وثاني هي شويه عليهم كاملين. غادي نستمر بحال هاد الطريقه هكا حتى نكمل البيتزا ديالي كامله. وغادي ندوز ندير الفلفله ديالي اللي شحرت حتى هي، غادي نضيفها من الفوق طبقه ثانيه بحال هاد الطريقه هكا.
كتجي رائعة وكتجي لذيذة، غادي تفيدكم في هذا رمضان الكريم. غادي نستمر نضيف الفلفلة ديالي على هاد الطريقة هكا. غادي نستمر تنسالي الكمية اللي عندي ديال البيتزا ديالي كاملة. دابا غادي نضيفو الكفيته ديالنا اللي حتى هي سبق ليا وشحرتها شويه الزيت، حتى هي درت لها مليحه ودرت لها شويه د الابزار. كتجي رائعه وكتجي زوينه حتى هي. كنضيفو شويه شويه على هاد الطريقه هكا من الفوق، كتجي لذيذه وكتجي رائعه وكتزيدها لذة الكفته ديالنا. دابا غادي نضيف الزيتون مقطع دوائر، حتى هو غادي نضيفه من الفوق على هاد الطريقه هكا. وغادي ندير شويه الزعتر، انا راه ما بينتو لكمش، نسيتو حتى درتو مورا الكاميرا. نضيف شويه ديال الزعتر عليهم كاملين ودخلتها الفران. طابت ليا دابا انا درت لها شويه الفرماج عاوتاني على الوجه ديالها، على داكشي اللي درت لها شويه ديال الفرماج وليت دخلتها الفران على غير شويه على ما يذوب ليا الفرماج ديالي وخرجتها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه ولذيذه بزاف، كتعجب الصغار والكبار، كتجي رائعه. كتجي زوينه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتجربوه، تردوا عليا في تعليقاتكم. هي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه وبالصحه والراحه. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.